مفاوضات المفاوضات المصريه البريطانيه، مفاوضات سعد ميلنر. سعد هنا يا اولاد اصل لازم تبقوا انتوا عارفين ان هي موجوده او مكونه من شقين. سعد يقصد بيه سعد باشا زغلول. طب وميلنر ده اللي هو اللي احنا قلنا عنه الحصه اللي فاتت وزير المستعمرات البريطانيه. الراجل ده بعد الشعب المصري ما رفض يحط ايديه في ايده ويتنازل عن الوكاله بتاعت سعد زغلول، راح هنا زي ما قلت لكم الحصه اللي فاتت كده حاول ان هو يعصر على نفسه ليمونه ويروح يتفاوض مع الوفد المصري بقياده سعد باشا زغلول. طب المفاوضات انتهت بايه؟ انتهت بمشروع لم يتم تحقيقه. ليه يا مس؟ المشروع ده كان مشروع معاهده يا ولاد، مشروع معاهده. المعاهده دي رفضها الوفد المصري طبعا والشعب كله بكل طوائفه، يعني مسلمين ومسيحيين، فلاحين وعمال ومهندسين الى اخره. ليه؟ لماذا؟ طب رفض المعاهده ليه يا مس؟ مش يمكن المعاهده كانت هتحقق لنا الاستقلال؟ اقول لكم لا يا اولاد، لانها كانت هتحقق لمصر استقلال صوري. يعني كانوا هيقولوا انتوا عايزين استقلال؟ طب تمام، احنا هنديكم استقلال بس استقلال على الورق. يعني هنعترف لكم انتوا دوله مستقله ذات سياده بس مش هنخرج، مش هنمشي منها. يبقى ده معناها ايه؟ يا فرحتي هنقعد هنكتب ايه؟ نكتب كلام على ورق وخلاص؟ لا، ملوش اي 30 لازمه. لذلك انتهت المفاوضات بمشروع المعاهده اللي رفضها الشعب المصري بكل او بكافه ايه؟ طوائفه. نعم يا منى، اتفضلي. منى رافعه ايدك. سوري، ده لا انا بس مس، كانت هي بترفع ايديها بس عشان نعرف اذا هي ولا لا، لانه غيرت اسمها حطت اسمها. طب وانتوا كده عرفتوا ان هي؟ ركزوا في الحصه، ركزوا لو سمحتوا. خلاص؟ طيب بعد كده يا شباب خلاص دي يبقى كده نجحت ولا فشلت مفاوضات سعد ميلنر؟ يبقى فشلت. طيب المفاوضات اللي بعد منها مفاوضات عدلي كيرزون. مين هو عدلي ومين هو كيرزون؟ عدلي ده كان رئيس الحكومة المصرية، يعني هو ده كان رئيس الحكومة بتاعتنا، يعني الراجل ده كان رئيس الوزراء المصري. وكيرزون ده كان وزير خارجية بريطانيا. يبقى الشخصيتين احنا عرفنا هناك سعد زغلول، ميلنر وزير المستعمرات البريطانية. طب المرة دي المفاوضات الثانية كانت مكونة من مين؟ من اسمها كده عدلي كيرزون. مين هو عدلي؟ ده رئيس الحكومة المصرية أو رئيس الوزراء، كان راجل وطني، شخصية وطنية. طيب مين هو كيرزون؟ ده كان وزير خارجية بريطانيا. تمام؟ دول الأطراف. طب دي كانت إمتى؟ كانت في مارس 1921. عدلي يكن ده كان راجل زي ما بقول لكم شخصية وطنية أولاد، كان مهتم جدا وكان بيتمنى إنه يصبح يوفق مع الاتفاق مع وزير الخارجيه البريطاني اللي هو كيرزون، او يوافق مع البريطانيين. طب عايز يعمل ايه؟ كانت ايه هي امنياته او طموحاته؟ انه يقوم او ينجح بوضع دستور يحقق فيه او يتحقق فيه ومن خلاله كل احلام وامان المصريين ومطالبهم. طب حصل ايه بعد كده؟ هل هو نجح؟ لا، ما نجحش. طب ليه؟ لان المفاوضات اللي قامت بين الطرفين انتهت بدون نتيجه. انتهت بدون ايه؟ نتيجة. ما وصلوش لحل يحقق أحلام وطموحات المصريين اللي احنا قلناها هنا. طيب ده معناه ايه؟ ان راح على طول عدلي يكن قال يا جماعه انا كنت بتمنى ان انا احقق ده، وطالما ما حققتوش يبقى انا ماليش لازمه ان انا افضل في الحكومه المصريه. فقام استقال عدلي يكن باشا من الوزاره، لانه خلاص الراجل شايف ان انا مش هعمل حاجه في بلد محتله، حاولت ان انا اوصل لحل مع قوته وسلطات الاحتلال، ولكن ما وصلتش لحاجه، فخلاص استقال من منصبه. وبعدها رفض رجال السياسه في مصر ان هم يدخلوا، لانهم كانوا ناس محترمين، ما كانش عندهم اهم شيء المنصب. يعني مين يرفض يبقى رئيس الحكومه المصريه؟ يعني رئيس الوزراء. كلهم كانوا شخصيات وطنيه كانت بتعمل من اجل مصر، من اجل مصلحه مصر، مش من اجل مصلحتهم هم الشخصيه. فكانوا كل رجال السياسه المهمين يا اولاد اللي ممكن يعني يتقال عليهم ان هم يصلحوا يكونوا
رؤساء للحكومه المصريه رفضوا ان هم يشكلوا حكومه جديده بعد استقاله عدلي مين؟ ياكل. طبعا الامور كده وصلت المفاوضات لايه؟ لحل ولا الامور اصبحت معقده؟ الامور اصبحت معقده، راحت سلطات الاحتلال قالت ما بدهاش بقى، نرجع طالما اللي عامل لنا القلق ده هو الوفد المصري بقياده سعد زغلول، راحوا قاموا للمره الثانيه وقبضوا على سعد زغلول، بس المره دي نفوه الى جزيره ثانيه اسمها جزيره سيشل. جزيره سيشل. طيب لما ينفوا سعد زغلول اكيد هيحصل زي المره الاولى، هم المره الاولى نفوه لجزيره مالطا، المره دي نفوه لجزيره سيشل. طب ما النتائج المترتبه على نفيه لجزيره سيشل يبقى على طول تجدد ثوره المصريين للمره الثانيه، وبدا هنا المصريين يعملوا حاجه جديده. شوفوا دلوقتي احنا مقاطعين كل المنتجات الفرنسيه بسبب الاعتداءات اللي حصلت من فرنسا وان هم لم يعتذروا، صح ولا غلط؟ المره بقى دي تخيلوا كده يا اولاد ما يقرب من 100 سنه عدت، الشعب المصري راح قام بحركه جميله جدا هي مقاطعه البضائع الانجليزيه، لان انتوا عارفين ان الانجليز كان بالنسبه لهم مصر سوق كبيره وبيروجوا فيهم منتجاتهم الانجليزيه والبضائع بتاعتهم. راح الشعب المصري اتفق على مقاطعه هذه البضائع وده هيخسرهم كتير جدا من الناحيه الاقتصاديه. فطبعا هنا خلاص احنا كأن احنا بالظبط بنضغط على الانجليز من الحته اللي بتوجعهم، اكتر حاجه تاذيهم هو ايه؟ هي الناحيه الاقتصاديه، وان احنا نعمل لهم خساره. كل شعوب العالم كده وخصوصا العالم يعني متقدم او غير متقدم، ولكن هنا طبعا هم وجدوا نفسهم ايه يا اولاد؟ وجدوا نفسهم خسرانين كتير، راحوا قالوا لا ما بدهاش خلاص، احنا اتعلمنا بقى من الدرس، المصريين مش هيسكتوا، فراحوا اضطروا للافراج عن سعد زغلول مره ثانيه. تمام؟ حصل ايه؟ بعد كده فشلت، خلاص احنا اتفقنا ان فشلت مفاوضات سعد ميلنر وفشلت مفاوضات عدلي يكن، ليه؟ لانها لم تصل الى حل واستقال عدلي يكن، وبعدها رفض رجال السياسه ان هم يشكلوا حكومه وتم القبض على سعد زغلول واتجددت الايه؟ الثوره. طيب وبعد ما اتجددت الثوره الشعب المصري قطع كل المنتجات والبضائع البريطانيه، فاضطرت الحكومه للافراج عن سعد زغلول. وصدر حاجه مهمه قوي بعد ما فشلت المفاوضات والانجليز قالوا احنا مش قادرين نوصل لحل مع المصريين، قاموا ايه؟ عايزين يسكتوا المصريين يا ولاد، راحوا عملوا لهم تصريح اسمه تصريح 28 فبراير، والتاريخ ده مهم قوي، والتصريح ده كنا احنا دايما من وانا قدكم في ثالثه اعدادي كنا بنعتبره انه سؤال مهم وبيتكرر في امتحانات كتير. تصريح 28 فبراير 1922 بنوده جميله جدا جدا مفيش كلام، لكن مش هنفرح بيها قوي عشان دايما انتوا عارفين الانجليز قبل ما يفرحونا ينكدوا علينا. تعالوا نشوفوا هم عملوا لنا ايه، او التصريح كان بينص على ايه. التصريح كان بينص على رقم 1 الغاء الاحكام العرفيه وانهاء الحمايه البريطانيه على مصر. ايه ده؟ ايه ده؟ دي المطالب بتاعت الوفد المصري بقياده سعد زغلول. ده مش بس كده، ده قالوا لنا كمان ان احنا هنعترف بمصر دوله مستقله ذات السياده. ايه ده؟ واحنا عايزين اكتر من كده؟ لا مفيش، ده حلو قوي كده، احنا ما كناش عايزين ولا كنا نحلم باكتر من كده. ما قلت لكم ما تفرحوش قوي، بس هم بالرغم من هذه البنود اللي احنا كل شويه نطالب بيها الا ان هم التصريح ده لم يحقق احلام وطموحات المصريين. طب ليه يا مس؟ اقول لكم لان بريطانيا احتفظت بحاجه كده اسمها البنود الاربعه اللي اتعرفت بالتحفظات الاربعه. ايه يعني ايه؟ يعني قالت لنا دي من حقكم، الغاء الاحكام العرفيه وانهاء الحمايه البريطانيه والاعتراف بمصر دوله مستقله ذات سياده. بس قالت لنا ايه؟ استنوا كده، انا بقى اديت لكم 3 مميزات بس هحتفظ لنفسي ب4. يعني انا اديتكم 3 ميزات هاخد انا منهم ايه؟ 4، وال4 دول على فكره يا اولاد هيلغوا ال3 اللي فوق. يعني ايه يا مس؟ تعالوا ما اقول لكم كده ال4 دول ايه. رقم 1 تامين المواصلات البريطانيه في مصر. يعني ايه؟ يعني بقى كل المواصلات البريه والبحريه كل حاجه في مصر يتم تامينها. دي مواصلات بريطانيه يعني لصالح بريطانيا. يعني ايه؟ يعني هم الانجليز مش هيمشوا؟ لا مش هيمشوا. طب امال ازاي هنعترف بمصر دوله مستقله ذات السياده؟ قلت لكم ما هو ده ايه؟
كلام على الورق. تأمين المواصلات البريطانية في مصر، يعني ايه؟ كل البضائع الإنجليزية، كل حاجة احنا بنحميها، احنا قاعدين عشان نحمي المواصلات بتاعتنا. بصوا شايفين المراوغة يا ولاد؟ رقم 2 الدفاع عن مصر ضد أي معتدي أو أي تدخل أجنبي. يا عم امشي أبوس إيدك. احنا مش عايزين حد يدافع عننا. قالوا لنا لا، احنا لازم ندافع عن مصر ضد اي اعتداء، احنا مش صغيرين والله ونقدر ندافع عن نفسنا. قالت لا، ده شرط من الشروط الاربعه. طب الشرط الثالث بتاعكم ايه؟ ان احنا نحمي المصالح الاجنبيه ونحمي الاقليات في مصر. يعني احنا موجودين عشان ايه؟ عشان نحمي الانجليز، الفرنسيين، الطليان، اي جنسيه اجنبيه احنا قاعدين بس نحميها. نحميهم من مين؟ من المصريين يا عيني. ونأمن المواصلات البريطانيه في مصر علشان ايه؟ عشان دي تجارتهم وبضائعهم ومصالحهم، وندافع عن مصر ضد اي اعتداء ايه؟ اجنبي. ويستمر او تستمر الاوضاع في السودان على ما كانت عليه وفقا لاتفاقيه الحكم الايه؟ الثنائي سنه 1899. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الوضع في السودان بما ان مصر والسودان امتداد استراتيجي، وان بريطانيا بتحكم مصر او احتلت مصر، يبقى تحتل مين؟ تحتل السودان. ايه رايكم في التحفظات هتخليهم الاربعه؟ كدولة واحدة يعني؟ هي كانت اسمها يا اولاد حوض النيل، او يعني منطقه حوض النيل. فكانت السودان تعتبر امتداد استراتيجي لمصر. فكانت بريطانيا استغلت الفرصه وقالت طالما ان احنا احتلنا مصر يبقى على طول اذا ان احنا نحتل السودان عشان دي امتداد استراتيجي لمصر. ايه رايكم في التحفظات الاربعه؟ يا ريت ما كانوا عملوها. يا ريتهم ما كانوا عملوها ولا كنا عايزينها.